هنعمل كيكة سنيكرز الاقتصادية، طعمها تحفة ومقادير بسيطة جدا. في الخلاط هنحط 3 بيضات وعليهم معلقة خل أو فانيليا، وهنضربهم كويس في الخلاط، وكوباية سكر وعليهم كوباية زيت وكوباية لبن، وهنضربهم كويس مع بعض. في الطبق هنحط كوبايتين دقيق منخول وعليه بيكنج باودر ورشة ملح ومعلقتين كبار كاكاو خام، وهننزل بالخليط اللي ضربناه على الدقيق وهنقلب كويس لحد الدقيق ما يختفي خالص ويدوب. وفي صينية دهناها زيت ورشة دقيق عليها وهننزل فيها بالخليط وهنفرده في الصينية كويس، وهندخلها الفرن يكون ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 ونسيبها لحد ما تستوي. هنعمل صوص الكراميل. طاسة على النار، هنحط كوب سكر على نار عالية لحد ما السكر يدوب، ولما يتكرمل السكر وبقى لونه ذهبي غامق شوية بنحط معلقة زبدة ونوطي النار ونقلب لحد الزبدة ما تدوب خالص، وهننزل بكوبايتين لبن ومدوبة فيهم معلقتين نشا هرميين ونفضل نقلب علشان ما يكتلش معانا، وهنسيبه شوية لحد ما يتقل بس مع التقليب المستمر علشان ما يكتلش. وهننزل على الكراميل بكوباية سوداني محمص، هنقلبهم تقلبتين ونطفي النار. والكيكة اختبرناها بالسكينة بعد ما استوت، وهنسقي الكيكة بنص كوباية مية وعليها معلقة نسكافيه، وهننزل عليها بصوص الكراميل ونفرده على الوش كويس، وهنسيبها تبرد وهندخلها التلاجة ساعتين ونسيبها لحد ما الكراميل يجمد، وبعد كده نطلعها نقطعها. وطلع معانا حلوة جدا وطعمها رهيب، لعشاق الكراميل هتعجبكم جدا. ما تنسوش تتابعونا علشان تشوفوا كل جديد، وما تنسوش اللايك ودعمكم الجميل.